رئيسة وإيداني معمر يا بتدمر يا دنيا لو خيبتني تاني يا دنيا لو خيبتني تاني هتعيش ما فيش ده مفيش أحلى من الناس المتربية ولا حتى ولا كاتبة بيوت قضية بس احنا رزقنا عبط فيها عبط حبيبة وانتي هيكون قلبي كلها على القعدة هنحلمك وهنعلي كلها على القعدة هنحلمك وهنعلي حاجات بس خراطيش يلا يا دنيا ما تستنيش قد فرحة المأوى الليلة هتيجي ويانا ما توقفيش قد فرحة المأوى الليلة هتيجي ويانا ما توقفيش الحق جاري هنضرب ناري نطلع عليك قدامي لما نحمر يلا نحمر يلا خايفة قدامي طب بحب ربنا يسعد فوق لما نعمر يلا تتدمر يا دنيا لو خايفة تنتهي يا دنيا لو خايفة تنتهي اعدي نفسك متفوقاش تحكم مأوى ما نسعداش سنين ورافع راسي ونادي الأذى عني ما يبقاش نادي الأذى عني ما يبقاش حددنا موضع الفرقعة وعملنا فرحة متدلعة وقلنا المأوى رافع راسي بعد تحية ونولعة بعد تحية ونولعة ما تطورش إن حياتك اللي قدام اللي اخترعوها مالناش بالليش بنات على باب الرجالة نتشرفوها مالناش بالليش بنات على باب الرجالة نتشرفوها اوعى تعيش في الدنيا قليل ساعتها تقدر تجري اوعى صاحب عيل مش عارف معنى التقدير اوعى صاحب عيل مش عارف معنى التقدير الدنيا عايزة فضائل أكبر واحد من وراك مش عايزين في البيت عيال اسمع مني الخبر العاجل اسمع مني الخبر العاجل العبرة ربنا يسعد بقول ايه؟ اصحى عندنا اصحى محضر مستعدة الشفعية مستعدة تعمل ليلة والقلب ليلة سلم جرك من كل حتة سلم جرك من كل حتة اعمل نفسك بس وهنشتغل أقول بحب ربنا يسعد بيه اسعد أبوه اصحى اصحى مراني كتب على كليكا بعد المأوى يعني الألحان يعني المزيكا يعني المزيكا صباحكم ولي صباحكم جميل في كل بلد كل عارفين ببدأ عليك تديك مأواني والناس عارفة احنا مين وشك وشك وهتعنوني واستحالة هتخطلوني التنفيذ عايزين وعربي التنفيذ هو هتنون عدي ومرة هتساوي الكل اللي يتحنطر قالولي بنتي واقفة قدامك هي بتنطر واقفة قدامك هي بتنطر واطلع من عربة لا يخليك لا يعمل الأرض ويضرب فيك واطلع من عربة لا يخليك لا يعمل الأرض ويضرب فيك طب قولي ده أنا مش حد شغال معايا اللي بيحب ربنا يسعد معاه فوق اسعى هو اللي عامل المؤمنين يا دينا كمل كل الناس دلوقتي كشافة وقت الحرب دولهم مقاسات أنا نعملكم ميزة جديدة كمل كل الناس كشافة وقت الحرب دولهم مقاسات جايين نعملكم ليه هو ده جايين نعملكم ليه وهنعزف كده مزيكا جايين نعمل بوليكا وهنعزف كده مزيكا هنقطع للمنشار وهنقطع للمنشار عالضغط عالضغط ايه اطلع فوق اطلع فوق جايين نعمل بوليكا وهنعزف كده مزيكا جايين نعمل بوليكا وهنعزف كده مزيكا هنقطع للمنشار مأواني ونهضرب نار هنقطع للمنشار للمأوى وهضرب نار مهرجان الليل المأوى عمل بوليكا برقدة الكشافة عن المأوى عن الألحان وعن المزيكا ارفع ايدك فوق اهي هنا هو ده اصحى بحب اشكر الجماعه اللي حضروا النهارده اللي عملوا المهرجان يفعل معاكم كده اللي عملوا المهرجان يفعل معاكم تمام شكرا احلى مسا عليكم ده الغرام لا حرام على الغرام لا حرام على الغرام لا كلام يجيب كلام لا كلام يجيب كلام
بحب اشكر الجماعه اللي حضروا النهارده اللي عملوا المهرجان يرفع ايد معاه فوق كده، اللي عملوا المهرجان يرفع ايد معاه فوق. احلى مسا عليكم. تمام. يعني يا جماعه مؤسسه الماء للتطوير والتنميه للاسر والمجتمع تدعوكم المؤسسه ان شاء الله. دي كانت يا عم احنا النهارده يا اسطى عملنا طبعا غنينا وشفنا الدنيا، والراجل ده كان بروس يا جدعان، الشبح ده كان بروس، والشبح ده برضه كان زيه ولسه جاي ماشي، والنجم عمرو كان بيغني دلوقتي بيبدع، وكان صوته في اي حته كان بيسمع. ايه رايك يا نجم؟ والله يا نجم الحمد لله احنا جينا بس النهارده كده. لا بس ايه رايك المحافظ؟ لا سيادة المحافظ طبعا شخصية محترمة وحاجة حلوة لينا اللي احنا جايين نازلة وفريق النازلاوية ونيجي هنا مدرسة المأوى احتفالية يوم اليتيم، وجينا دعونا الناس وجينا الحمد لله. لازم اللي احنا معروف عننا اللي احنا لو مش مسمعين اللي هم ما كانوش جابونا في أي حتة نحضر فيها لازم يحصل فيها لبان. ويسمع مني نصيحة للسان الكلب زيادة، لو شارب قهوة بريحة الماء تشربها عليك زيادة. الله عليك يا نجم عمرو، ما شاء الله عليك. الله بعدين يعني يا عربي احنا الحمد لله نزلنا حفلات كتير ومهرجانات بره، فالحمد لله احنا مبسوطين بس وانا مبسوط والنجم برضه معانا الجديد. انت ايه رايك يا نجم؟ طبعا النجم اهلا وسهلا بيك يا نجم. طبعا النجم اول مره يشارك معانا، النجم اول مره يخش معانا وكده. عيقتوا الناس شغلكم عجبني وكمان عيقتوا الناس والمهرجان كان حلو واحلى على المحافظ المفتخر ليكم، ده دليل على نجاحكم ان الناس تدعيكم من اماكنكم. طب ودلوقتي عدي يا باشا، النجم دلوقتي بيقول طب انت ايه رايك؟ انت برضك من ضمن الناس اللي كانت بترقص معانا، واحنا بامانه احنا اول مره نشوفه، اول مره نجتمع بيه، بس انت ايه رايك؟ طبعا شفت الاداء، انت كنت شايفنا قاعدين داخلين حاجه، بس انت ايه رايك لما اشتغلنا جوه؟ والاداء كان مظبوط الحمد لله وشغلكم كان حلو، والاداء كان مظبوط وشغلكم كان حلو والناس كانت فرحانه بيكم، وانا شغلتوني على الرقص واديتوني موهبه ان ارقص واديتوني كلام ارقص عليه،
اه. طب انت دلوقتي يا نجم عمرو بعد الكلام اللي قاله المحافظ طبعا لما اتكلم علينا ماشي، واللي انت شفته طبعا، انا غنيت الاول، وان بعد كده كنت انت شفتني الاول، انت قلت لي ان انا اغني الاول عشان انت تشوف الناس هتعرف تمشي معايا ازاي والدنيا تمشي معايا ازاي ماشي. ان انت طبعا يمكن يا عمرو اول مره تيجي في مكان مثلا زي كده في محافظه وفي شخصيات محترمه كبيره ماشي. انت دلوقتي رايك بيقول ايه؟ والله يا نجم والله عربي، انا لاحظت بس دخول سياده المحافظ وعادته ان هو جاي يشجع الشباب وجاي بيحتفل برضه حاجه حلوه، عمل انساني وعمل وطني ان انت بتحتفل بيوم اليتيم برضه معانا مع سياده المحافظ. ويعني هو شخصيه محترمه، والحمد لله اللي احنا قدرنا نطلع اكتر ما عندنا وبسطنا الناس ان هو يفرح بينا ويكلمنا على كذا مشوار جاي، وربنا يعني يوفقنا. بس احنا الحمد لله يعني اللي عايزينه من الناس زي ما الناس جوه وقفت معانا اول مره يشوفونا، اول مره يشوفونا وعجبهم شغلنا. عايزين الناس اللي هم يستنوا مين عمرو عنكيلي ومين بدر العربي ومين احمد سامح، يستنوا النجوم اللي جايه ولسه اللي جايه احسن. وليه يعني لسه احنا لسه يعني على البوابه، كانت يعني لسه بدري ان شاء الله. وبشكر سياده المحافظ ونادي الكشافه والاحتفاليه الجميله دي، ولسه بدري ولسه اللي جايه احسن ان شاء الله. وان شاء الله قريبا بقولها على الشاشه قريبا هنبقى على الاذاعه والتلفزيون ان شاء الله قريبا. وافتكر انا قلت لك الكلمه دي لان ان شاء الله نجاحنا هو اللي مشرفنا. الله 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 عليك، تسلم يا دلوقتي يا نجم بدر العربي معانا من فريق النسلويه وعمرو عنكيلي. بقول لك دلوقتي انت تقول لي يا كابتن بعد النجاح الباهر اللي احنا حققناه واللي انت حققته في اول نمره ليك، تقول ايه؟ والسياده المحافظ شخصيه كبيره وفرحوا بشغلنا وادائنا، تقول ايه يا كابتن؟ والله انا بصراحه انا اللي انا اقدر اقوله كل اللي انا كنت عايز اقوله اصلا من اول ما اجي، ان انا استغرب ازاي واحد هيغني شعبي قدام التربيه والتعليم. احنا التربيه والتعليم طبعا تماما مش عارفين النظام الشعبي ده اصلا ماشي، ومش عايزين يعني نربطه تماما ماشي. فانا دلوقتي الراجل ده غير الناس دي، الراجل ده الناس اللي كانت معانا كان شغال ولا بجد؟ ده بالنسبه للناس دي، الناس دي كانت شغاله جوه، كان كل واحد ليه دور جوه، ليه دور وقاعدين دور بيعمل حاجه، كان في تصوير في كل حاجه وفي اغاني وفي كل حاجه. انا بس يا عمرو انا كنت مستغرب له ان انا ازاي هغني شعبي قدام الناس اصلا ما بيحبوش، يعني صعب عليا شويه. بس مقاومات الدعوه جت لي بصراحه، يعني انا اتشرف بحاجه زي كده وقلت حد اعمل اللي انا اقدر عليه ماشي، علشان خاطر ان انا اسعد الناس زي كده، عشان انا بحب الاطفال زي كلنا ولد ادم وكلنا واحد ماشي. وبرضك بشكر النجم، لا ده اللي برضك لسه متعرفين عليه هنا ماشي. وكان اول تعارف لينا كنا قاعدين وبنعمل بروفا سوا، طبعا انت كنت شايف عمرو كنا بنعمل بروفا مع بعضينا. فدلوقتي النجم احمد سامح فقلنا له الدنيا وقلنا له هنعمل كذا كذا فانبسط. برضك اداؤكم شغال حلو، وانتوا برضك اداؤكم حلو برضك، وشغلتوا في الرقص كويس وشغلتوا اللي حواليكم. دلوقتي احمد كان بعرفه كده فصدفه اتعرفنا ان هو بيرقص برضك بيطلع مهرجانات في الجيزه مع فريق جيزاويه طبعا اسمه بيقولوا الامين الجيزاويه في كل حته معروفين ماشي. طبعا النجم عارف هو ليه قال لي احنا هنرقص وكده، فقلت له خش معانا ارقص، احنا كده هنغني هنرقص مع الشباب اللي موجودين. فطبعا اول نمره الحمد لله بفضل الله طبعا الناس اشتغلت معانا، واول مره يشوفوا اللي كان بسطني اكتر ان الناس دي اول مره تغني شعبي، اول مره نسمع حد بيغني شعبي، ان الناس فهمتنا برضه. الناس اصلا القعده بتاعتهم غير قعده الشعبيات ماشي. لا الناس دي قاعدين في مكان ودول في مكان ثاني ماشي، يعني دول قاعدين احنا مناطق شعبيه مصر الحواري الكلام ده كله اداء ماشي. البلاد والمناطق دي قاعدين في دول قاعده في القاهره ولا في مصر والكلام ده الشعب ماشي. بس الناس دي بص انا شايفه قدامي الناس عمال تضحك وعمال بتسقف، انا بس بقول ايه بحب ربنا في عينكم. الناس كانت بتضحك على الكلمه بحب ربنا في عينكم ماشي. فانا بصراحه انا بشكركم طبعا وبشكر اللي ساعد معانا واتبسط باللي حصل دوت. وبقالنا احنا شكر سياده النائب واستاذ عمرو واستاذ احمد السيد واستاذ طارق وقبل هناك، واشكر كل الدعوه واستاذ عمرو طبعا عشان معنا الدعوه، اتحاد جمعيه المأوى واتحاد
ونادي الكشاف. ونادي الكشاف. اللي هو احنا فيه بصوا الكشافه دلوقتي الناس الكشافه ماشي اللي هو النادي الكشافه نادي الكشاف. اللي هو نادي الكشافه التحرير دوت مفضلين ان هم يعملوا فيه المكان ده اللي حاجتين. اول حاجه ان هو على اليمين ودي حاجه من اول بس برضك انا برجع تاني واقول الحمد لله اشكر ربنا احنا وصلنا ان انا بعد ما خلصت الكلام الحمد لله جالنا تعليق للناس من الشغل اللي احنا عملناه جالنا تعليق للناس خلونا نروح سلمنا على سياده المحافظ وسلمنا على الناس وانت عامل ديك انت شفت احنا واقفين سوا بصراحه والله العظيم يا جدعان ما ينفعش ان احنا نحور عليكم عشان كل اللي حصل ده مش هنوراه هو فعلا سياده المحافظ كان قاعد وطبعا عشان تبع الجمعيه او الشباب بالفن جايين يكملونا في الليله فبعت لنا اهلا وسهلا بيكم وتعرف علينا وكده وكان قاعد معاهم واحد اللي هي قناه المحور كانت موجوده واحنا قدمنا وشفنا الكلام ده وان شاء الله باذن الله اول ما نخلص كل باذن الله هيقف معانا وان شاء الله بقدم احلى شكر لكل الناس اللي وقفت معانا ومن اول بتاع الشاي لحد كل اللي سمع كلامنا رايح جاي ماشي ومره برجع الكلام هي بلدنا اللي هي الاساس ماشي هي اساس النسلاويه اللي هي المكان اللي علينا عنه المكان اللي كان بيشجعنا يعني هنشجع ونقول يعني بيجي وهنحيي احمد الشيخ ماشي وهنحيي كوتا هنحيي كوتي وهنحيي ونحيي احمد لطفي. وهنحيي احمد لطفي وهنحيي بناته هنحيي كل رجال نحيي كل راجل نزلاوي راجل جدع مظبوط. نحيي كل راجل نزلاوي جدع مظبوط ماشي. فدلوقتي انا بصراحه مبسوط من اللي احنا شفناه ده راجل ده الراجل اللي بره راس معانا وعمل احلى شغل. انت يا برنس انا بس عليك. انت ايه رايك في اللي احنا شفته جوه؟ انت ايه رايك في الشغل اللي كان جوه؟ حلو يعني عجبك؟ يعني لو شفت قدامك فرح او اي حاجه ترضى تخلينا نيجي فرح؟ طبعا. خلاص تقدر لي خلق؟ طبعا والله. ماشي يا نجم فالنجم شغلك يا نجم والنجم برضك طلع في الرأس حلو يعني وعمل احلى شغل جوه والناس برضك بصت عليه وعجبت بيه. ماشي. فانا بصراحه برجع برضك وبقول اكمل الشكر عشان خاطر الناس دي يا جدعان انا برجع واقول تاني الناس دي يا جدعان هي اللي خلتنا نساعد ان احنا نعمل حاجه. ميمي كابتن ايمن ميمي ويجي كباتن النازله كلهم تماما واحد وبحيي كل الناس اللي حيونا واللي بيشجعنا اكتر محبه الناس جوه لينا عشان في الاول وفي الاخر ما يهمنيش مين يجرحنا ولا مين يعادينا اهم حاجه حب الناس وده اللي مكفينا. وشهرتنا قليله بس الناس بتحبنا. شهرتنا على قدنا بس الناس بتحبنا وبرضك ارجع اقول احيي كلام رايح جاي لكل اللي قاعد واللي واقف ماشي. الناس كلها وقفت معانا بصراحه واقفه انا مش عارف انا اقول لكم ايه بصراحه انا مش عارف اقول لكم ايه ليه عشان خاطر انا كنت مستغرب انا ما شفت الناس كل الناس دي على صبابهم شجعني بس بدا كل واحد في بلده بتحس ان ده بيعمل بس ما شاء الله ما شفتش اي حاجه عشان الشعب بصراحه انا نفسي لدرجه اني بقيت اعيد الكلام تاني من الاول بس انا بسمعه بصراحه اشكر جمعيه المأوى واشكر استاذ محمود عمرو تبع قناه المحور هو لسه الكلام ده بقى دلوقتي وقال لي يا كده ماشي اللي بيعندنا واللي بيكرهونا ماشي بحيي اللي بيكرهونا قبل مش عارفين احنا مين صوت مواصل مسمى ارضيه فرحه كلامي ده مش هقوله عشان حاجه وما بحبش الغرور انا بدعي رب غرة لما جعلني من المشهورين ولا تجعلني من المغرورين ليه بقى؟ عشان خاطر انا بدعي رب